نجوم حفلات زفاف موسم صيف 2023. بكل موسم صيف حفلات الأعراس بيكونوا ترند السوشيال ميديا، خاصة لما يكونوا نجومهم من الاي كلاس سيلبرتيز. واخر هالأعراس كانت حفلة زفاف اللي كان بلبنان وأحيا عاصي الحلاني وراغب علامة. وبوجود مايا دياب الأجواء بتكون اكسترا فن، خاصة لما رقصت مع راغب علامة على أغنية يا ريت في خبيها. والعرس كان فرصة أنها تلتقي بالعرسان ماريتا الحلاني وكميل أبو خليل وتهنيهم فيس تو فيس. وطبيعي نشوف إلي صعب موجود، خاصة أنه هو اللي صمم فستان العروس. عرس اللي كان حديث المتابعين على السوشيال ميديا هو اللي غنت فيه نانسي عجرم بجنوب لبنان، وفاجأها فيه العريس بصورته معها لما كان صغير. وبنفس العرس غنى جوزيف عطية. وديو جمع نادر الأتات وأيمن زبيب. وحفل زفاف ابنة السياسي اللبناني إلياس المر كان مميز بكل المقاييس، فغنى بهالليلة وائل كفوري. وشاركوا بموال الأغنية كارلوس. ياك تجوزت بنت المر وغنى وائل كفوري. وزفت العرسان هشام الحاج. وبعرس غنى غندور ولعت الأجواء سيرين عبد النور بالديو اللي قدمته مع رامي عياش. والكل حب الكيمستري بينها وبين نادر الأتات بهاليوم. ونفس الاندماج شفناه بين نادر وجو أشرف. والأنظار كلها اتجهت على وصول هيبة وهبي. وبالأردن أغاني عمرو عبد الله دايما حاضرة، فكيف إذا هو بنفسه اللي زف العرسان؟ وولع الأجواء الدي جي رجا يا رجا، وكمل السهرة راغب علامة. وبمصر عمرو دياب غنى بأحد الأعراس، ومثل العادة بوجوده الحفل بيتحول لمهرجان. وبعرس مصري ثاني كان ملفت بعدد الفنانين اللي غنوا للعرسان، فبهاليوم غنى لهم وائل جسار، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، وأحمد سعد اللي علمهم رقصة سايرين يا دنيا. والغزالة رايقة مع محمد أسامة.